فضيحة جديدة لمحطة الجزيرة التي تصر على اختلاق الأحداث في سوريا. أهالي بلدة جاسم في محافظة درعا يكذبون ما زعمته قناة الجزيرة بأن قوات الأمن والجيش اقتحمت البلدة. ما زال مسلسل الأكاذيب والتلفيقات لدى المحطات المفلسة متواصلا ليحتل المشهد السوري الحيز الأكبر من بثهم الإعلامي، خدمة لمشروع انخرطوا فيه لزعزعة الاستقرار والأمن في سوريا. قناة الجزيرة تصر على اختلاق أحداث لم تقع، كالادعاء بأن قوات الأمن والجيش اقتحمت بلدة جاسم في محافظة درعا. ومعنا من درعا الناشط الحقوقي محمود السيد. سيد محمود، هل لك أن تخبرنا أكثر عن وضع جاسم بالتحديد في درعا؟ تم مداهنة مدينة جاسم بأكثر من 30 باص معبأ بقوات من الأمن والشرطة، وتم تحطيم بعض أبواب المنازل والدخول التعسفي للبيوت واعتقال النشطاء. لا نستطيع أن نقول إن هذا الادعاء هو آخر كذبة، لأنه ربما ونحن نعرض هذه المادة تكون قد حضرت لكذبات أخرى، ويبدو أن حبل الكذب عندهم ليس قصيرا، والحقيقة يرويها أهالي بلدة جاسم الوطنيون الشرفاء. أنا المواطن محمد إبراهيم غياض من أهالي وسكان مدينة جاسم. في هذا التاريخ 29/8 عام 2011 أكذب وبإصرار وبثبات كل ما تنقلته قنوات المغرضة بحق الوطن من جزيرة وعربية وأورينت ووصال عن مظاهرات تجري في مدينة جاسم. أنا حاليا في وسط جاسم ولا يوجد أي مظاهرة أبدا، وكل ما تنقلته هذه القنوات يعد بمثابة تحريض. ولأعلمكم بنبأ في البارحة حتى أشيع خبر أنه 5 قتلى عساكر في مدينة جاسم، وهذا الخبر أيضا ليس له أي مجال من الصحة. أنا مواطن من مدينة جاسم، اسمي حسين علي الجلم، بعيش في مدينة جاسم، وما إن شاء الله بيعود على الوطن وعقائد الوطن وعلى الأمة العربية والإسلامية بخير. وهاي مدينة جاسم انقطعت الكهرباء، الكهرباء انضرب عطل تراكتور، ما في شيء، وعادت الكهرباء لجاسم. وهاي شوفوا جاسم مفتوحة، مدينة جاسم لكل، وإن شاء الله بيعود الأمن والأمان على الوطن الغالي. وبنقول لكم كل عام وانتم بخير. وهاي جاسم تفرجوها، كل الناس بتتسوق فيها وكل الناس بتفوت وبتطلع عليها ورايح جاي، ما في عندنا أي إشكال ولا أي شيء. السوريون بحسهم الوطني العالي يدركون حجم المؤامرة التي تستهدف وطنهم، ويوجهون لقنوات الفتنة الصفعة بعد الأخرى من خلال تجاهل تحريضها والانخراط في مشروع الإصلاح وبناء سوريا القوية. المجند عدي مالك بهلول قتلته الفضائيات في دير الزور، والحمد لله ما زال حيا يرزق ويؤدي واجبه ضمن قوات حرس الحدود في الحسكة. الحقيقة على لسان من ادعوا أنه مقتول. أنا المجند عدي مالك بهلول، تولد 1991، إدلب أريحة قرية كورين. في 26 شهر يوم الجمعة بعد الأفطار صار يجيني اتصالات من أقاربي ومن عالم كتير من ناس متضيعة بأنه أنا طالع اسمي على قناة الجزيرة، أنه مستشهد برصاص الأمن السوري. ولما سمعنا هذا الخبر فخبر قائد الفوج وقائد القوات وطلبوني ودقوا وخبروا أهلي، وما في من هذا الحكي ما في هذا الحكي منه خالي الصحة أبدا أبدا. أنا بحب أقول للجزيرة أنه شو اللي بدي أعوض هالشعور اللي شعروا فيه أهلي وهالحزن اللي حزنوا فيه. ومع استمرار تعرية مثل هذه المحطات المفلسة لدى الناس، أوقفت قنوات الجزيرة والعربية والLBC أستراليا بثها الفضائي عن عدد من المشتركين في سيدني بأستراليا بعد عزوفهم عن الاشتراك في الكابلات الخاصة بها بسبب تلفيقها لأخبار كاذبة عن سوريا. وقال المغترب السوري محمود درويش متولي الذي يسكن في سيدني إن مندوبي المحطات طلبوا منهم الاشتراك في الكابل ب$60 شهريا فقط، إلا أن مئات المغتربين المشتركين رفضوا ذلك، ما اضطر المحطات إلى البث بدون مقابل. ورغم ذلك لم يشترك أحد، الأمر الذي جعل هذه المحطات توقف بثها عن المنطقة.